اليوم وصفتنا للرز رح تكون مختلفة عن كل الوصفات اللي عملناها قبل هلأ. منظر بشهي مثل ما لكم شايفين، والطعم يستحق انه انتو تجربوها. حطيت مي بالطنجرة ورح اكتب لكم البهارات هلأ اللي استخدمتها، حتشوفوها على الشاشة موجودة. حطيت جزر وحطيت درة، حطيت فاصولية، وحطيت معلقة سمنة. بتركزوا الملح حسب الرغبة والحاجة. وهون كنت نقع الرز شي ساعة، وهون رح اتركه لحتى يستوي تقريبا 3/4 الاستواء. هلا بطنجرة تانية حطيت زيت، وكمان رح اكتب لكم البهارات. وهون حطيت ثوم مع زنجبيل دقيتهم، وبعدين بس طلعت ريحتهم حطيت بصلة مثل ما لكم شايفين، عاملتها جوانح بس قليتها شوي واخدت لون. حطيت حبتين بندورة كمان قليتهم، وحطيت لهم حمص، حطيت كزبرة. وهون كمان هلا بكتب لكم البهارات اللي استخدمتها، وما بدي اخبركم على الريحه قديش بتشهي. وحطيت شويه مي بس لحتى تتسبك مع بعضها. وحطيت اللحمه كانت مسلوقه عندي من اول، وركزت ملحها. وحطيت البطاطا، كنت قاليه بطاطا وتركتها تتعقد شوي مع بعضها. هلا بعد ما انسلق الرز حطيت طبقه رز، حطيت الطبقه اللي هلا عملتها، ورجعت حطيت طبقه الرز. وهون حطيت ملون طعام، انتو فيكن تحطوا اذا حبيتوا زعفران مع ماء الورد. كنت مقلية بصل حطيت على وشها، ورجعت كمان حطيت كزبرة مثل مو شايفين، وخليتها تتهدى. ورجعت بس حطيت لها معلقة زبدة، وكمان تركتها تتهدى. وهيك كانت طبختنا، ولا أروع من هيك. ولأول مرة بجربها، وفعلا تستحق التجربة. وبعتقد هاد الطبخة كانت من المطبخ الكويتي، وبتمنى تجربوها، وبالعافية للجميع.